اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وراحه بال كده. اللهم امين. فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي تنوريني وتشرفيني باشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدا بينا الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، نزلت بقى جبت كده كل اللي نفسي فيه بصراحه، يعني ما حرمتش نفسي من حاجه. رحت جبت شويه حاجات محترمين كده للتلاجة. كنت عملت فيديو مشتريات من مش فاكره، بس يعني من فيديوهين كده كنت عامله فيديو مشتريات وجايبه برضو شويه حاجات، بس ما كانش برضو اللي انا كنت عايزه اجيبه، يعني كنت جايبه حاجات بسيطه كده. بس بقى الفيديو ده مميز بقى ليه بقى؟ لان في اكله سمك محترمه، اكله سمك وجمبري وكابوريا. بصوا حاجه كده عسل بصراحه. يعني طبعا احنا من عشاق الاكل البحري بقى، بنحب السمك والكابوريا والجمبري وكل حاجه بتطلع من البحر احنا بنحبها. فجبت بقى كيلو سمك، اسمه ايه؟ بنسى اسمه. المهم كيلو سمك هتشوفوه معايا دلوقتي اسمه ايه. سمك بوري. وجبت كيلو بتاع ده كيلو كابوريا. وجبت نص كيلو جمبري، انتوا عارفين الجمبري غالي، فجبت نص كيلو جمبري. شوينا بقى الحاجات دي وجايبينها جاهزه، يا دوبك بس هعمل الرز وعملت السلطه وبس كده. وانا جايه بقى، بصوا انا بحب الفخار قوي قوي، بموت في الفخار بصراحه يعني. فكنت جايبه ايه بقى؟ كنت جايبه البولات الصغيره دي، قلت اجيبها للشوربه. فكنت جايبه 2، يعني انا اصلا كنت بشتري حاجات وزي بكمل كده، يعني تكمله فلوس ليا باقي فلوس، فاداني اللي هو البولتين الصغيرين. الكلام ده في مره قبل كده. فالمره دي بقى جبت بقى برضو 2 بوله بس اكبر شويه. يعني قلت برضو بيبقوا حلوين لما تحط فيهم شوربه، لسان عصفور، اي حاجه بيبقى شكلهم حلو والاكل فيهم حلو وممتع يعني. رحت بقى جبت شويه حاجات. عايزه اقول لكم حاجه غاليه برضو لسه زي ما هي، بس تقريبا كده الطماطم رخصت شويه شويه، مش كتير بس هي رخصت شويه. يعني انا جايبه كيلو الطماطم ب15 جنيه، جبت 2 و2، يعني جبت ب30 وب30. وجبت ايه كمان؟ وجبت المانجا اللي انتوا شايفينها دي. المانجا دي عويسي، مش كلها، هي فيها زبده، يعني في اصلا مانجا زبده كانت عندي كنت حطاها برضو في التلاجة معاها يعني. بس وهنا جبت كمان ده ايه ده؟ جبت بصوا انا بطلع حاجات من التلاجة. كان عندي بطاطس كنت حطاها في التلاجة، البطاطس بحطها بره بتبوظ ما تستحملش، مش فاهمه برضو ليه. هنا كان عندي بواقي فلفل في التلاجة، يعني حطيتهم على بعض كده، او حطيت الفلفل اللي هو كان موجود عندي حطيته على الاول كده علشان لما استخدم من القديم. جبت كمان الكرنبايه دي، بصوا عامله كام؟ عامله 15 جنيه. حلوه مش غاليه، حلوه حلوه، بس هي مش كبيره، يعني مش اللي هي تقيله كده وفيها ورق كتير، لا هي مش كبيره. جبت كمان الباميه الكيلو ب40 جنيه، ب40 والله ما انا فاكره ب40 ولا ب35، بس تقريبا ب40. هي شغاله ب50 على فكره. جبت دي ب40. جبت ايه كمان؟ جبت هنا الخيار الكيلو ب20 جنيه، جبت كيلو ونص ب30 اهو. بس ما شاء الله حلو يعني، بصوا اهو. وجبت بطاطس، البطاطس برضو يعني ابتدت ترخص شوية شوية. جايبة ال2 كيلو ب35 جنيه. المرة اللي فاتت لما رحت جبت بطاطس كنت جايبة ال2 كيلو ب45 جنيه. اهي البطاطس 2 كيلو ب35 جنيه. البطاطس التلات حبايات بطاطس اللي انتوا شايفينهم دول كانوا من المرة اللي فاتت، وزي ما قلت لكم كنت حطاها في التلاجة علشان بتبوظ. ادي الطماطم جبت 2 كيلو ورجعت جبت 2 كيلو تاني. ال2 كيلو ب30 جنيه. المرة اللي فاتت لما جبتها الاسبوع اللي فات كان الكيلو عامل 20 جنيه. جبت يومها 3 كيلو ب60 جنيه اهو. ادي البطاطس، مش فاكرة كنت بكلم في مين. ادي البطاطس اللي انا جبتها، وحطيت البطاطس اللي موجودة عندي عليها برضو. كل ده هحطه في التلاجة. وادي الطماطم اللي كانت عندي برضو من الاسبوع اللي فات، هشيلها هحطها برضو على الوش كده علشان استخدم منها. واللي انا خدته ده هعمله سلطة بس اهو، شايفين. بس هبتدي بقى افضي الطماطم هنا.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. ادي 2 و2 بس كده. هشيلهم بقى احطهم برضو في التلاجة. وجبت ايه كمان؟ اللهم صل على النبي. جبت ايه ده؟ جبت تين شوكي بقى. يا سلام، بصوا انا بموت في التين الشوكي. جبت ال7 ب10 جنيه. مع العلم الناس اللي هي بتبقى واقفه في الشارع دي وكده بيبيعوا الطبق تقريبا ب35 جنيه، بيبقى فيه تقريبا 4 أو 5، والله ما انا عارفه يعني، بس انا بشوف كده يعني. وجبت كمان الموز ده الكيلو ب20 جنيه. جبت كيلو كفايه يعني، احنا عندنا استعداد ناكل الموز يعني. بصوا لو في يعني 20 كيلو موز قدامنا هياكلوه وهم قاعدين، فانا قلت ال20 كيلو زي الكيلو كله محصل بعضه يعني. الفلفل الكيلو ب10 جنيه برضو، هو سعره زي ما هو. الاسبوع اللي فات كنت جايباه برضو ب10. جبت كيلو ب10. هنا بقى جبت البقوليات بقى. جبت عدس الكيلو ب60 جنيه. جبت نص كيلو ب30، عمل لي بقى ربعين. جبت كمان الفاصوليا، جبت كيلو، الكيلو ب60 برضو الفاصوليا. جبت منها كيلو، عمل لي نص ونص. اللوبيا جبت ب30 جنيه برضو ب60 جنيه. جبت ربعين، عمل لي ربع وربع. جبت نص يعني اهو، شايفين. بس اهم حاجه اصلا عندي ان انا اجيب خضار يعني، حاجات اطبخها، فاهميني؟ يعني مثلا بطاطس، كرنب، فاصوليا، لوبيا، عدس، الحاجات دي. طبعا انتوا فاهمين الصيف كله بيعتمد على الباميه والملوخيه، وانا كان عندي ملوخيه بصراحه في التلاجة. هتشوفوها معايا دلوقتي، هطلعها لكم. كنت جايبه ملوخيه وعاملاها في اكياس كده، مقطفاها وحطاها في اكياس، عايزه انشفها علشان احنا بنحب الملوخيه الناشفه. جبت كمان جرجير ال3 ربطات ب10 جنيه. جبت ايه كمان؟ اللهم صل على النبي. لا ما شاء الله، جبت يعني اتسوقت تسويقه حلوه خالص يعني. وادي ال2 بوله الفخار اللي انتوا شايفينهم دول، الواحده كانت ب10 جنيه. جبت 2 ب20 بس. وجبنا السمك بقى. الجمبري عامل 200 جنيه، رخص، سعره حلو. الكيلو انا جبت نص كيلو ب100. الكابوريا الكيلو ب100 جنيه برضو، حلو مش وحش. البوري عامل 100 جنيه برضو. جبت كيلو يعني، جبت كيلو بوري وكيلو جمبري، قصدي نص جمبري وكيلو كابوريا. بس هلم بقى كل الحاجه دي. طبعا انا حطيت العدس والبقوليات دي حطيتها في الكيس هنا عشان هشيلهم برضو في التلاجة، عشان الحاجات دي في الصيف ما ينفعش تسيبها بره، ده هي بتبوظ اصلا، ما بتستحملش من درجة الحرارة. وغير كده انا اصلا المطبخ بتاعي حر، المطبخ اصلا قبلي مش بحري، قبلي، فدرجة الحرارة عندي في المطبخ بتبقى حر جدا. وكمان انا لما بدخل اطبخ في المطبخ الظهر ما بقدرش اقف من شدة الحر اللي بيبقى في المطبخ. المطبخ عندي فيه شباكين، بس برضو الجو حر في المطبخ غير باقي الشقة، فانا ما بحبش اطبخ متأخر يعني. بحب دايما كده لما ادخل اطبخ يبقى الصبح يعني الساعة 10 11. اما لو الظهر اقدم بقى والساعة جت 12 ما بقدرش بصراحة ادخل المطبخ من درجة الحرارة. اللهم صل على النبي. اسمها ايه؟ الملوخية الكيسين اللي انتوا شفتوهم دول لسه بقى هغسلهم وهظبطهم كده علشان انشفهم. بس هلم حاجتي بقى واعمل ايه؟ اعمل شويه رز وشويه سلطه بس كده. حطيت الموز مع التين عشان ما فيش مكان في التلاجة بس، والبطاطس كل ده هحطه في التلاجة بس. وادي السمك، عايزه اقول لكم بقى كانت هتحصل كارثه كارثه وانا مش واخده بالي. انا حطيت السمك زي ما انتم شايفين كده. استنوا هقول لكم على الكارثه، بس ما اقول لكم على الاسعار بتاعه الشنط. جبت كمان شنط العيال وانا جايه عشان المدرسه. طبعا خلاص المدارس على الابواب زي ما انتم شايفين بقى، وكل سنه وانتم طيبين. المدارس خلاص يعني الاجازه بتشطب. جبت جبت الشنطه اللي هي البنك دي ب300، قال لي 350، جبتها ب300 اللي هي دي. والشنطه السوداء اللي هي التانية دي اللي هي اللي قدها دي برضو كان بيقول لي 320. المهم جبتها ب300 برضو، يعني الشنطتين دول ب600 جنيه ماشي. والشنطه اللي هي الصغيره دي اللي هي الزرقاء دي قال لي مش فاكره، قال لي 170 او 180، جبتها ب150 جنيه. يعني الشنط كلها عملت 750 جنيه. حلو على فكره.
سعرهم حلو مش وحش. بس هنا الايه البتاع ده اسمه ايه، الاتنين البوله دول كنت بغسلهم علشان اشيلهم نضاف يعني، علشان انا خفت يتكسروا بصراحه، فانا فاهمين عايزه اشيلهم في المطبخ، فقلت اغسلهم كده علشان اشيلهم. هنا ما كانش عندي مواعين غير الطاسه اللي انتوا شايفينها دي. كانوا العيال بقى فاطرين الصبح واللهم صل على النبي، وكانوا سالقين بيض يعني سالقين بيض يعني قالين وسالقين ماشي مدلعين نفسهم. تعالوا بقى اقول لكم على الكارثه اللي كانت هتحصل. طبعا زي ما انتم شايفين السمك لسه جاي بقى ومشوي بقى والجمبري مشوي والكابوريا، وبصوا كل حاجه زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه في طبق كده وبالسلوفان والدنيا تمام يعني. فانا حطيت السمك، لقيت لكم ايه بقى، انا مش واخده بالي خالص والله يعني، انا مش يعني انا ما حطيتش في دماغي ان ده ممكن يحصل. فانا بعد كده لازم احط يعني احط كده الحاجه دي قدام عيني، هسيبها هتروح. حطيت السمك كده زي ما انتوا شفتوا وبصور عادي اللي هو عادي، عقبال بس زي ما انتوا شفتوا كده، عقبال ما صورت الخضار ليكوا يعني، عقبال ما طلعت الحاجه من كل حاجه من كيسها كده وبفضيهم بفضيهم زي ما انتوا شفتوا كده يعني عادي بصور. عقبال ما عملت كل ده لقيت النمل، والله العظيم وحياة ربنا لقيت النمل لسه بيقول يا هادي رايح على السمك والجمبري والكابوريا. انا مش شايفه طبعا علشان الرخامه زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها ما بيبانش فيها نمل، يعني لازم اركز بقى شويه كده يعني لازم افضل واقفه شويه كده وابص اشوف النمل جاي منين ورايح فين عشان اعرف ان في نمل. فلقيت النمل جاي كده من ورا التلاجة ورايح على السمك والحاجه. بصوا قلت الحمد لله ان النمل، يعني انا كنت هزعل خالص بصراحه لان انا بحب الاكل ده، فكنت هزعل بصراحه يعني. وكمان انا يعني جايه اطبخ رز واعمل شويه سلطه، اللي هو احنا جاهزين، السمك مشوي وكل حاجه جاهزه على الاكل بس. فلقيت والله النمل بصوا، انا مش عارفه اعمل ايه، انا حاطه بودره على فكره يعني، انا رشه بودره اساسا، فالنمل يعني ازاي بيتجرأ ويمشي في قلب البودره انا مش فاهمه. فالحمد لله يعني لحقت السمك وشيلته. كل شويه والله بحط بودره عند الكرتون. انا عايزه اقول لكم انتوا لو شفتوا مطبخي يعني، انا لو صورت لكم كده تفاصيل البودره انا رشها ازاي، والله العظيم حاجه تقرف يعني، حاجه تقرف. انتوا فاهمين يعني ايه الرخامه بتبقى كل شويه احط بودره عليها، كل شويه احط بودره وامسح. طبعا باجي اصور زي ما انتوا شايفين او باجي اعمل اكل على الرخامه، استخدم الرخامه اللي هو العادي يعني، اعمل شويه سلطه اعمل اي حاجه، لازم امسح الرخامه وانضفها من البودره وبعد كده ارجع اتعامل عليها. لكن علشان اسيب الرخامه كده من غير بودره او من غير اي حاجه احطها، بلاقي النمل زي ما انتم شايفين. انا نسيت اصلا، انا نسيت ان في نمل هيقتحم السمك والحاجه، والله نسيت خالص يعني. انا خدني بقى التصوير وكده وان انا اطلع الحاجه من الشنط بتاعتها، علشان برضو الجو حر، ما الحاجه دي لو سبتها وعقبال ما اعمل الاكل ممكن تبوظ، الجو حر وزي ما بقول لكم المطبخ عندي حر، فمش هينفع اسيب بقى الطماطم في كل حاجه في شنطتها كده، مش هينفع يعني. فقلت اطلع الحاجه واصور معاكم. فلقيت بقى النمل زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا اكيد مش هحط السمك في التلاجة، احنا عايزين سمك سخن. انا عايزه اقول لكم السمك برد اصلا يعني، والله عقبال ما جينا وجبنا حاجتنا وتسوقنا وكده السمك كان برد. يا دوبك بقى قلت اطبخ الرز اهو، عملت شويه رز تحفه تحفه تحفه. المهم الحمد لله يعني، الحمد لله الحمد لله والله يعني لحقت السمك. لقيت لسه النمل بقى تحته كده يعني، تحت الاكياس كده. فالحمد لله شلت الحاجه بقى وحطيتها على البار. انا كل شويه البار ده برش بودره حواليه من تحت كده ومن عند الحيطه كده، علشان برضو النمل بيجيلي من ورا البوتاجاز من هنا كده يروح على الحيطه، يروح على الحيطه ايه يعني، بيمشي على الحيطه كده من ورا البوتاجاز على الحيطه على البار. وانا تعبت والله، تعبت من الصيف، انا مش عارفه اعمل ايه. في ناس قالوا لي قبل كده في دواء رش كده، جبته مش عامل اي حاجه خالص، اللي هو رش كده بخاخه كده برضو لا مش جايب نتيجه. فمش عارفه اجيب نوع بودره ايه، والبودره مش عامله حاجه. البودره بحطها، البودره مشكلتها ايه معايا، مشكلتها انه طول ما انا طول ما البودره موجوده طول ما هو مفيش نمل. لو البودره قعدت فتره طويله مثلا زي مثلا اسبوع كده، بلاقي النمل في قلب البودره ماشي.
يعني مش عارفه ازاي، فبضطر ان انا امسح البودره وانضف واحط جديد، وهكذا وهكذا. ف ربنا يعدي بقى الشهرين دول على خير. هنا عملت السلطه. كنت عايزه اجيب بنجر معايا، بس مش عارفه انا ما شفتش البنجر ولا ايه، يعني انا تقريبا كده مش شايفاه موجود اصلا. لان انا بحب السلطه يتحط عليها بنجر، بيبقى لونها حلو كده وهي لما تكون حمرا كده. بس طبعا بما ان العيال عندي ما بيحبوش الشطه، قطعت فلفل كده في طبق لوحده كده، اللي عايز بقى يحطه على الطبق بتاعه. بس وادي الرز اهو خلاص استوى. طبعا انا بعمل السمك رز ابيض. هو الصح ان انا اعمل رز صياديه، يعني ده طبيعي يعني بتاع اي حد بياكل سمك، بس جوزي بيحب الرز الابيض، وعيالي بصراحه يعني. حتى ما بعمل الرز اللي هو رز الصياديه، ما لا بيبقوا تحسوا كده مستغربين ايه الرز ده. لا ده الرز ده لا 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 مش بتاع السمك ده، احنا عايزين الرز الابيض بتاع السمك. هما مسمين الرز الابيض بتاع السمك، مع العلم ان الرز الابيض ده اصلا بيتعمل مع بيتعمل مع بط، بيتعمل مع فراخ. يعني انا زمان كنا بنعمل كده زمان، الرز الابيض خالص ده الساده ده كنا بنعمله مع البط والفراخ. مش فاهمه ازاي بقى هما، بس عادي يعني هما خلاص متعودين على كده. ادي الكابوريا شايفين، لحقتهم وشلتهم من قلب النمل. طبعا لو النمل كان دخل جواهم ما كنتش هشوف، يعني مش هتعرفي تشوفيه كويس، يعني مش هعرف اشوفه كويس طبعا، بس هو ما كانش في حاجه يعني، انا بصيت ما فيش حاجه. بس احط كمان الجمبري وهحط السمك. السمك البوري 3 سمكات كانوا عاملين كيلو، بس ما شاء الله كبير بقى يعني. السمكية ما شاء الله كبيرة. بصوا هتشوفوا معايا دلوقتي اهو، شايفين السمكية ما شاء الله كبيرة بقى ومبطرخة كده من جوه، جميلة. بصوا تحفة. ال3 سمكات عاملين كيلو. بس احط بقى الجمبري نص كيلو، يا ريتني والله كنت جبت كيلو جمبري. يعني الاكله دي مكلفه كام؟ مكلفه ادي 100 و100 و 300 جنيه. بالشوي بقى 50 جنيه، يعني 350 جنيه بالشوي. حلو على فكره، الجمبري غالي قوي اصلا يعني اهو. هو مش كبير ومش صغير، هو حلو وسط. شايفين عامل ازاي اهو. بس كده. طبعا عملت سلطه زي ما انتوا شفتوا، وهو ده الغدا بتاعنا بقى. عايزه اقول لكم انا اكلت بقى ودخلنا بقى على المانجا، اقتحمنا كل واحد بقى حبايه مانجا كده، اقتحمنا المانجا كده. بس خلاص هم كانوا بيشيلوا بقى وبيحطوا على الصينيه، بس الصينيه ما كانتش واخده. هو ده الفيديو بتاعي، اشوفكم على الف خير، السلام عليكم.